بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبيبة هنعمل مع بعض الشربات أو السيرم بتاع الحلويات. هنشوف مع بعض كده. أدي كوبايتين سكر أهو، سكر عادي خالص ده التموين عندنا وهنحط عليهم كوبايتين مية نفس الكوباية هنعاير بيها يا حبايب قلبي. ادي واحد، ادي اتنين، وهنا هنولع عليهم النار كده. مش هنقلبهم ولا حاجة، هنسيبهم مع نفسهم كده. يا حبايبي لما يبدأ يغلي كده نقلبه. لاحظوا هنا يا حبايبي لسه ما حطيتش له الليمون، انا ما حطيتش له الليمون الاول كده. يبدأ يغلي كده اقوم حاطه له الليمون. اهو يا حبايبي شايفين ده السيرم بتاعنا غلي اهو. هنشيل كده الرغوه اللي على وشه اهو، دي رغوه من السكر، وهنعصر الليمونه، هنعصر نص ليمونه كده عليه. شوف هتخلي شكله، هتفتح اللون بتاعه كمان. ما نكترش الليمون عشان ما يبقاش لازم، ما يبقاش الطعم بتاعه لسع علينا. نغلي كده غلوتين بالليمون وهنطفي عنه. مسكت الليمون. ده السيرم بتاعنا بنعمله بكل بساطة وطريقته سهلة ويكون موجود عندك على طول. انا بعمله والله على طول وبخليه عندي في التلاجة. رمضان غير رمضان اي حاجة، اي حلويات اجي اعملها وتكون محتاجة الشربات بيكون عندي في التلاجة. شايفين الليمون فتح لون السكر عشان هو السكر تموين، فتح اللون بتاعه. يا حبايبي هنا اهو خلاص غلى غلوتين بعد الليمون، وهطفي عنه. انا مش عايزاه تقيل، انا مش عايزه السيرم بتاعي تقيل. كده نقلبه كده يا حبايبي. اتفقنا عنه اهو. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. عملنا مع بعض السيرم او الشربات الحلويات. بنكون طريقته، طريقة عمل شربات الحلويات بكل بساطة وكل سهولة، بحاجة من البيت، بدل ما تيجي انا بعمله كده تعمليه يا حبيبتي وتجهزيه عندك لاي حاجة. مش شرط ان احنا في رمضان بنعمل الحاجات دي، لا، في اي وقت تكوني محتاجة انك تعملي حاجة حلوة، بقلاوة، كنافة، بسبوسة، اي حاجة تكون عندك جاهزة على طول. شايفين القوام بتاعه خفيف، انا مخففاه مش متقلاه كده، بيكون جميل جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.